يوم انا لا تعذبيني بحب. واهلا وسهلا بكم بهذا الفلوج. اول مرة نبلش الفلوج بالمصعد. لقطة رومانسية مال الفلوج. ونبلش هذا الفلوج ورا لقاء جدا مزعج مع انسانة جدا مزعجة راح تعرف نفسها بالفلوج. المنظر الجميل يفتح النفس. تقول الاهوار. اليوم 6/2. حابب اخذ كم دقيقة او كم ثانية من وقتكم على مود اقول لكم انه اليوم هو اليوم العالمي ضد السرطان. هذا الموضوع اللي مخفي بمجتمعنا، ما نحكي بيه او نحاول انه نغض النظر عنه. وبالمناسبة احنا دائما نقول المرض الخبيث، حتى اسمه ما نقوله بس احنا لازم نقول اسمه. هو اسمه السرطان، مرض موجود، علاجه حاليا احيانا سهل احيانا صعب، احيانا ياخذ وقت احيانا مستحيل. اكيد عندنا ناس من عائلتنا او من اصدقائنا او حتى ناس ما نعرفهم شاملهم هذا المرض. لازم نقوم وياهم، نوقف وياهم. واحنا شخصيا همين لازم نخلي حياتنا صحية. دائما احنا بالستريس والشغل والصياح والاعصاب لازم ناخذ وقت من يومنا نفكر بصحتنا، لان هو هذا الشيء الوحيد لازم نستثمر به، والشيء الوحيد اللي ما نقدر نشتريه بفلوس او ما نقدر نشتريه بشغل. فركزوا على صحتكم، اكلوا زين، ناموا زين، لا تفكرون هوايه. اذا اكو شيء هامكم وما راح يطور حياتكم لا تفكرون به. اوكي حبايب، اتمنى الصحه والعافيه للكل، واتمنى اي واحد اليوم بفراش مال المستشفى او بالبيت انه يقوم بالسلامه. احبكم. نكتة من النكات اللي كتبتوا لي اياها على التويتر هي انه واحد متزوج سورية فعصبت عليه قالت له حل عني، قال لها ليش شنو الامتحان صعب؟ مع فهد اليوم. اول سؤال سألته قلت له جوعان؟ قال لي ايه. وين راح اخذك؟ مطعم عراقي. نعم. واخيرا لقيت يوتيوبر يفتهم بالهيب هوب. يو 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 راب وراب وراب سالنا ها. You know what I'm saying. اجيت انا ويا الصمد قال لي يا ريال هو هذا المطعم اللي اشوفه بكل الصور مال السعوديين. عارف المطعم هذا. يلا ماكو غير شيء. اوكي عدس يا ابوي هذا. اي عدس، شربة عدس. مش عراقي هذا. لا عراق، وهي هاي الاكله الوحيده موجوده بهالمطعم. اوكي ما في غير شيء، ما في لحم. طبعا العدس ما اشوف انه عراقي، هذا شيء مره كل شيء عراقي هنا، كل شيء عراقي. ما ادري حتى الرز عراقي، اختراع عراقي. البصل اختراع عراقي، كل شيء عراقي. فهد، الاكل العراقي ولا الشاي العراقي؟ الصراحه الكباب ما احسه عراقي، دكتور مليار بس هذا الشاي. هو احنا راح اعطيك هسه سر، احنا نجي دائما هنا على مود الشاي. زرعة السعادة. نورتنا فهد، نشوفك حبيبي، دير بالك على نفسك. يلا مع السلامة. طبعا هواي من عندكم فرحة ومن سمعوني قلت احنا اليوم 6/2. تقولون احنا مو 6/2 احنا 8/2. ادري بس احنا قررنا انا وفهد انه ننزل فيديو التحدي بارحة. اليوم احنا صورناه فهذا راح ينزل ورا يومين. المهم متلخبطة الامور. اليوم مو 6/2 بس اليوم اللي انا سد احكي بيه 6/2. فاليوم يوم السرطان العالمي. نجاح الرقص الخليجي هي هاي الحركه، من تسوي هيك لازم هاي تنزل شويه حتى تبين. لق 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 لق. تفويله الزينه، البنزين الزين، الدول كلها تدور على نفط. تعالوا بفلوقات لواي تلقون نفط. مهمتنا اليوم نحط بالسياره صابون، نضيف عليها شويه مي حتى شنو الماسحات من شغله مثلا لا يطلع مي وصابون ويتنظفن. واو
شوفوا اكو عدة اشياء اقدر افتحها واحط بيها الصابون. راح افتح هاي خوش يطلع دهن مال المحرك، يظل المحرك يطلع بالونات ورايا. الفقرة اللي اخاف منها من افتح البريد مال السيارة وابى احوس بفد شي واجي اريد اشغل السيارة ما اعرف ايش راح يصير. اذا هاي اخر لقطة تشوفوني بيها احبكم. اوكي توب، ماكو شيء، اشتغلت ما انفجرت. ثانك يو. انا يمكن اذا اكو شيء يرعبني بالحياه هي انه دا امشي على طريق فارغ واشوف بيه بنيه بحدها سيارتها عاطله وتوقفني تقول لي لو يساعدني. الله اللي يستر شو اسوي بيها؟ يمكن اطلع الصالونصه اشدها على الستيرن واعوفها واروح. ما افتهم اشي بالسيارات. حبايب اذا تتفرجون على هذا الفلوج باليوم اللي نزل بيه الفلوج معناتها هاي المعلومه راح اقولها تفيدكم. اذا تتفرجون على الفلوج غير يوم هاي المعلومه ما تفيدكم. اليوم اربعاء باكر خميس، باكر ماكو فلوج لسبب واحد انه صار لي فتره طويله جاي اشتغل ويا اخويا مهاد وكل اصدقائي على اول مو مسلسله بس برنامج الي راح ينزل على قناه الشرقيه. فلهذا الغرض ما راح انزل اي شيء على قناه اليوتيوب حتى باكر تقدرون تتفرجون على اول حلقه على الشرقيه. بس حابب اذكركم على السريع، بلشت بالسناب شات ارقص واسوي نكات وانصب على العالم. باكر على التلفزيون 50 لا 100 ألف لايك على هذا الانجاز. هو مو انجازي، انجازكم. لو ما انتم كان ما وصلنا كله احنا سوا على التلفزيون. وباكر مو بس انا طلع على التلفزيون، كله احنا سوا. ولو ما انتم كان ما وصلنا لهاي المرحله الجميله. شكرا. لا تنسوا من تخلص الحلقه تروحون على اخر بوست اللي نزلته على الانستغرام وتعلقوا لنا تعطونا رايكم بالحلقه وشنو الاشياء اللي عجبتكم وشنو الاشياء كلش عجبتكم وشنو الاشياء كلش عجبتكم حتى نعرف شنو الاشياء اللي كلش عجبتكم. نكاتكم الحلوه والبايخه على تويتر تستمر. نكتة اليوم هي ضحك بس حزينه بنفس الوقت. اكو واحد احول امه ماتت دفن ابوه. هاي الأغنية تذكرني أمريكا. كنا 24 ساعة أنا وأحمد ومرمر وفرات وعلي بالسيارة نحط هاي الأغنية. طبعا ما ننسى تلا وفطوم وفيصل وكل الناس اللي اجوا أيام وراحوا. بس أنا حكيت أول 4 5 لولا اللي طولوا. كنا نحط هاي الأغنية ونروح من المستشفى للبيت، من البيت نروح نتسوق، من المسواق نروح المكان. نسوي برانك السمير. سمير حبيبي. قهوتي، لابتوبي، الشارع، اهم 3 شغلات بيومي. اهلا وسهلا بصهد الجناحي في الفلوج هذا. نرحب بيك بكل طاقتنا وبكل حبنا. الحب الكبير اجى، الحب الاولي اللي ما حد يعوضه. المشكله البرستيج ما يسمح له انه يدقدق بالصاص. صاص غير كلمه قديمه، الصاص. حط لي صاص، كثر لي الصاص. شلونك؟ شنو هالرباط؟ شنو لك؟ مشتاق لك. مشتاق لك خويا. منو مقصر، انا لو انت؟ الشغل مقصر يعني بصراحه. مو المفروض يعطونا فديج فاكيشن هيك ابو السنه. شفت رامي بسيارته بس ما اعرف راح الحق عليه ولا اشوفه. رامي باوز شلونك؟ شخبارك؟ مشتاقي لك. هاي وقفاتنا كالعاده، نرجع نوقف بالشارع ننتظر السياره نسولف نقص على العالم. هذا الرايح هذا الشاي. قصفت واحد قصه. احيانا القص حلو خاصه من يحط بخبزه. ترطا مشتاق لهاي الفكاهه السخيفه. من يضحكك بقدي؟ مش داخل هاي وقفاتنا بالشارع ما نعرف شو نسوي. احنا غير هيك تعرفنا. هيك بنص الشارع نروح حفلات ما يدخلونا، 2 ولد عبالهم راح نسوي مشاكل ما يدخلونا. نوقف على الشارع نسولف تعرفنا مرتاح. احنا 2 مشان عندنا بدل ثاني يعني اختيار هذا الموجود. يابا بدنا نحكي بالفلوج. ماكو احترام عليه ماكو كله هرنات. شو وقت نشوفك بعد مره؟ ان شاء الله. هاي سيارتك مو؟ كتبوا لنا اذا تردون نشوفه يطلع اكثر بالفلوجات او اذا تردون انه انا اشوفه اكثر. لازم انت تجينا تشوف. يلا سيارتي اجت. مع السلامه. عند اجتماع ودانا
صار لي ساعة جاي احاول احكي بس خشمي مسدود حرام. فبس هي جاي تحكي. حكيت مدة ساعة. ايه هو ما حكى شيء. بحيث مو بس خشمي مسدس حتى ذاناتي انفجرت من الحكي مالتها. اوكي. اوكي. وصلوا لحبيبي سلامة قلوا له الباتري مالتي مخلص. احنا نتصور.